الجنرال المسلم الذي أحرق أسطوله. قاد طارق بن زياد الفتح الإسلامي لشبه الجزيرة الأيبيرية والمعروفة أيضا باسم الأندلس. كان طارق بن زياد رجلا متمسكا بمبدأ النصر أو الموت عندما عبر مضيق جبل طارق ليغزو إسبانيا، حيث كان الجيش المسلم أقل عددا بكثير من الجيش الإسباني. كان هناك تردد وشكوك كبيرة تسود معسكر المسلمين، حيث اقترح معظم الرجال أن ينسحبوا ولا يشتبكوا في المعركة. لكن طارق بن زياد كان لديه خطط أخرى، حيث قام بإشعال أسطوله الخاص بالنار، وأوضح أن الانسحاب ليس خيارا. كان على المسلمين إما أن يقاتلوا ويفوزوا أو يموتوا. قبل المعركة ألقى طارق بن زياد خطابا إلى جنوده قائلا: أيها الناس، أين المفر؟ البحر من ورائكم والعدو أمامكم. كانت هذه كلمات قوية ألقاها قائد شجاع، وساعدت على رفع معنويات الجنود في المعركة. قتل المسلمون بشجاعة وتمكنوا من هزيمة الجيش الإسباني. انتهت المعركة بفوز المسلمين واستولوا على إسبانيا، والتي حكمها المسلمون لمدة 1000 عام. طارق بن زياد هو رمز للشجاعة، فقد كان قائدا عظيما ترك بصمته دائمة على التاريخ.